لي زابيتاس كاين البرد كداين لاباس خير ماشي مزيان. اش كنقولوا حتيت وما كنقولوش حديت ومغزل ماشي حتيت ومغزل. anyway لي زامي انا هنا باش نثبت لكم بانه هذه الحياه هذه هي عباره عن تخربيقه كبيره. نورمالمون الحياه كيفاش خاصها تكون؟ نورمالمون خاصك دير شي حاجه مزيانه باش تجازى عليها ولكن ماشي هذا الشيء اللي وقع معايا. كيف ما كتعرفوا المامين ديالكم قرا الباك 2 ديال المرات من اجل العلم. ماشي حاجه سقطت في العام الاولى ولكن حاجه انايا كنت عزيز عليا الباك. فوالا انا انسان عزيز عليا الباك داكشي علاش قرات 2 المرات. كنعقل على العام اللي كنت قرات فيه الباك. ديك العام الاخوان راه ما يمكنش. راه الوالد ديالي كيقول لي شوف غتسقط غادي تشرد غتسقط الزنقه. اخوان راه كنت كنقول لكم 2 ديال الحوايج. راه كنشوف التشرد امام عيني. الا سقطت ندوزو قبل التشرد. كنشوف انني غناكل احسن قتله كاينه في التاريخ وعاد ندوز للتشرد. وبطبيعه الحال المامين ديالكم في ديك الوقيته كنتي كدير بحال هكا كتسمع التقرقيب لداخل. المامين ديالكم كانت عنده قرقاع في عقلو ديك الساعه. القرايه لهيه وانا لهيه. ماشي مشكل. دابا ليستوار طويله بزاف ولكن حنا غادي نبداوها من الاول حتى الاخر. الوالدين ديالي ديك الساعه كانوا كيقولوا لي الا ما ديتش الباك غادي تتعلم واحد الحاجه اللي سميتها كيفاش تسرفايفي في الزنقه بوحدك. anyway انا ديك الساعه ما كنتش كنقرا على راسي. كنت ديك العام كامله الناس كيقراو على راسهم وانا كنستعد نفسيا انني نعيش في الزنقه حيث لا مفر الا للشجعان والزنقه راه غير للرجال. anyway ديك العام ما كنتش كنقرا على راسي دونك احتمال السقوط كان واحد 99% حتى 100% كاع. جا الامتحان ديال الباك مشيت دوزت الباك ورجعت نجمع حوايجي باش انا قبل ما تخرج الريزولطا كنت عارف راسي سقطت الاخوان ومشيت عند مالي الدار وقلت لهم راني سقطت. جاو عندي الوالد الوالده وقالوا لي ماشي مشكل خيرها في غيرها العام الجاي ان شاء الله تجيب الباك. نتوما ماشي الوالد والوالده اللي كنعرف. جيبوا لي الوالد والوالده ديالي. نتوما امبوسترز اللي معاكم. واحد اللقطه بقيت كنقول لك ويت ذا فاك كاميرا خفيه فينا هو رشيد شو ولا ريو ماذر فاكر. ما فهمت والو. كنقول ما يمكنش الوالد العام كامل وكيقول لي غنقتلك. شو يجي عندك يقول لي خيرها في غيرها العام الجاي تجيب الباك ذا فاك. عرفتي راه بحال اللي حليتي ديك الطاس اللي كيكون فيه الخيوطه ولي باري وداك الشيء حليتيه ولقيتيه فيه الشوكولاته. واحد اللقطه جلست وبقيت معجب كنقول سبحان الله. عرفتي واحد السيمانه عشتها الاخوان مورا داك المورا فسقط كانت يمكن اكثر سيمانه مسالمه عشتها في حياتي. راه ما يمكنش كنوض لغدا في الصباح الوالده كتعطيني الفطور كتقول لي كولا ولدي. الوالد كيجي عندي كيقول لي واش خاصك شي حاجه. عرفتي راه واحد اللقطه راه غنحماق وكنقول ليه ما يمكنش نتوما امبوسترز. واحد اللقطه كنقول ياه وكان يصحابني كاع ما ننجح نبقى من التحضيره وانا كنسقط. وكنت الاخوان فوقاش ما كننجح كتجي عندي الوالده كتقول لي كسول جبتي غير 15 سيادك جابوا 17 و18 ونهار سقطت يا نهار الحياه ضحكات ليا في وجهي. والله الا سبحان الله الواحد ما ينجحش كاع في هذه الحياه ويبقى ديما فاشل. anyway دوزت الاخوان واحد السيمانه من بين احسن السيمانات في حياتي. والمشكله ماشي هنا. المشكله هو انه تجمعات العائله ديال الوالده ديالي وقرروا اننا نسافروا لمير اللفت. ويت واش بغيتي تقول باللي انه حياتي كامله وانا كنجح بنقطه مزيانه وعمرنا سافرنا حتى النهار سقطت في الباك باغيين تديونا لمير اللفت باغيين تعيشونا حياه رفاهيه لمده 15 يوم. الاخوان ما تقراوش على راسكم. اللي كيعرف يسقط الاخوان. عرفتي واحد اللقطه والله الا كنقول كاميرا خفيه برا كنقول هاد الاخوان هادو دايرين لنا مقلب وباغيين يديوني لمير اللفت ويقتلوني تما. باغيين يديوني لمير اللفت ويدفنوني تما ويرجع. هذه هي الخطه ديالهم. انا كنعرف العائله ديالي مزيان. راه ما يمكنش. راه والله الا تصدمت واحد الصدمه كنقول زعما هادشي غير سقط. تخيلوا كون نجحت وكرا داوني شي نيويورك سيتي ولا شي حاجه وقال لك هنا غندوزو لي فاكونس. جمعت الصاك ديالي وسافرنا. باش نشرح لكم السفره اللي سافرنا كيفاش دايره. هاد السفره هذه كانت عباره عن سفره عائليه. وفي عائليه ما كنقصدش غير الناس كنقصد مشينا بالطلامط ديالنا بالمخاد ديالنا كواش جداتي جايبه معاها الزربيه. والله وليت كنشوف البوطه وليت كنشوف شي حوايج كنقول يا سبحان الله. انا واحد اللقطه بقيت كنشك كنقول واش راحلين واش غادي نبدلوا السكنه واش ما بقيتوش باغيين تعيشوا في تازه. قال لك لا ودي غير مسافرين. وانا كنشوف يا سبحان الله كيكذبوا علينا في الانترنت ديك ولاد الحرام. كيبان لك هاز ساكادو غادي مسافر كذابه الاخرين كل شيء غادي لمير اللفت. جداتك خالتك واحد السيده كبيره في لاج ساكنه معنا ما كنعرفهاش كاع شكون. قال لك من العائله. شكون انت يا لاله واريو. فوقاش ما كتكون شي حاجه زوينه في العائله كيبقى يبان فرد جديد من العائله. فاش كتكون شي حاجه خايبه شي واحد فيه شي كريديات ولا شي واحد فيه شي حبس كتبقى تسمع لا هادوك كاع ما كنعرفهمش داك الناس هادوك كاع ما كيجيونيش. عليناش المهم سافرنا بينا شي 30 واحد غاديين في 2 طوموبيلات. ما فهمتش انا واحد اللقطه عندي 18 عام وخاشيني مع رجليهم وكيقولوا لي الا كان البوليس حني راسك. واش انا خاشيني من تحت الماكيطه ديال الطوموبيل وكتقولي لا بان البوليس خشي راسك. فين نزيد نخشي راسي في الشاقبه. عرفتي مسافرين شي 6 سوايع صاد
الطوموبيل. كدور عند خالك كتقول له طلق لا كليم، كيدور عند ديك السيده في العائله كيقول لها حلي معاك الزاج. لا كليم كاع ما كاين. اني واي سافرنا لمير اللفت كما قلت لكم بين شي 30 واحد وبالزرابي ديالنا بالتكاشط بالقفاطن. نزلنا في مير اللفت كرينا واحد الفيلا مضحكات، كرينا فيلا ولكن اتس الحقيقه حيت حنا بينا 30 واحد ما يمكنش تكري ابارتمون، دونك كرينا واحد الفيلا في سور مير. نتوما ما تقبلتوهاش كيفاش انا ديك الساعه اللي سقط في الباك حتى لقيت راسي في فيلا في سور مير في مير اللفت. واحد اللقطه والله الا كاز كنقول كديري لي هادشي كامل حيت عارف اني غادي نعيش اخر لحظات ديالي في هاد الحياه. كتعيشوني هادشي كامل باش تقتلوني من بعد، باش تبقاو تقولوا ديك الساعه وراه دواز راه عاش حياته. عرفتي وقت ما كيبان لي شي خالي دايز كنبقى رد معاه البال، كنتسنى غير امتى يجبد شي جنويه ولا يجبد شي حاجه. عرفتي كندخلني واحد الشك كنقول ما يمكنش الاخوان هاد البدخ كامل وانا ساقط في الباك، راه ما يمكنش. العائله ديالي انا راه كنعرفهم مزيان صافي، راه كانت مزيانه، غير هو واحد البلان اللي ما كانش مزيان. فاش كنا كناكلو ما كندير الدغمه الاولى كان يلا كنحطها في فمي مع كل شيء كينوض. واش تي دابا انت ما باغيش تقرا على راسك وها انت سقطتي، والديك كيتسناوك تكبر وتولي مهندس وانت دابا سقطتي، انت راه ما يمكنش الدغمه راه ما كتبغيش تهود، وخليونا ناكلو ونستافدوا بعدا من هذا الطبق الشهي. وعاد ديك الساعه ديروا لنا تاني بالضمير، كينوض واحد خالك ليه عاوتاني كيقول لك شحال 7 في 7 واسكت ولا غادي نشير عليك بشي ايفون 13 برو. ديك السيده عاوتاني اللي عمرك شتيها في العائله كتلقاها والو، عمرها قرات عمرها سمعت بالقرايه، كتنوض كتهضر حتى هي على القرايه راها مزيانه. واو ما كناش عارفين، دخلنا عليك بالله واش القرايه مزيانه. كل واحد كينوض كيلغي بلا ما كنبان لهم غير انا وكلوا اصاحبي خشيو فمكم وقت الماكله. هذا من جهه واحده اخرى هي فاش كنا كنبغيو نعسوا الاخوان، راه ما كاينش ديك القضيه ديال لا هذا ينعس في بيت هذا ينعس في بيت. تجمعنا كاملين في واحد الصالون كبير، الصالون كامل لا بغيتي تقول ولا ناموسيه، كيبان لك كل شيء ناعس حدا كل شيء وانت وزهرك كتبقى تسمع شي حوايج، كتبقى تسمع واحد ليه حزاق واحد ليه كيشخور، وديك السيده اللي ناعسه حداك كتقول لك لا حنا عائله، وكتبدا تحيد في حوايجها ولا لا جمعي لينا يعني هاد الشحامط ديالك. anyway حتى لهنا كما قلت لكم الامور غادا مزيان. لا غدا مشينا للبحر باش نتبحروا. بطبيعه الحال كانت اول نهار غادي نتبحروا. ديك البحر كانت فيه واحد لافيو زوينه، واحد الرمله زوينه، ولكن المشكله كان في الماء. ديك البحر الاخوان ما كانش ديال العومان، ديك البحر كان ديال السيرف، حيت الاخوان ما يمكنش تعوم في موجه فيها 5 متر. عرفتي واحد الموجه قداش في ديك البحر راه ما يمكنش، راه كنعوموها في الكشكوشه، راه ما يمكنش، راه كتدخل تعوم كتجي شي موجه ماكينه الصابونه صافي كتخربقك. عندك جوج ديال الحلول، يا تعوم في الكشكوشه كيف ما غتشوفوني كنعوم في هاد التصويره هادي واللي خديتها في مير اللفت بطبيعه الحال، اولا غادي تدخل شويه لداخل غادي تشدك شي موجه غادي تصبنك مزيان ليماك. واحد اللقطه ما نغمتنيش انا نعوم في الكشكوشه، قلت والو خصني ضروري ندخل شويه للبحر باش نستمتع شويه بالعومه. داكشي اللي كان دخلت شويه للبحر لداخل. عرفتي راه ما يمكنش الدار ديالي واحد اللقطه كان غادي تقسم بواحد الموجه كضربك وكتبقى كتكركب وسط الماء. واحد اللقطه راه ما حسيتش براسي، لقيت راسي ملوح في الرمله، مليوح في الرمله وما عارفش راسي فين انايا كاع. بقيت ناعس تما كنحاول نستوعب اش واقع. واحد اللقطه راسي فريمون بقى كيضرني بزاف، بقيت جالس في الرمله واحد شويه راسي بقى كيضرني واخا هكاك. قلت اجي شنو ندير، نطلع للدار ندبر على شي دوليبران ولا شي حاجه نشربها ونعاود ننزل للبحر عاوتاني نعوم. طلعت للدار قلبت على دوليبران بطبيعه الحال ما لقيتهاش، كنت قلبت على شي شوايه ولا شي بوطه ديال الزيت ولا شي حاجه وكرا لقيتها، ولكن دوليبران لا ما كايناش. طلعت للدار هوت واحد اللقطه كيبان لي بزاف ديال بنادم كيجري في البحر بحال هكا. واحد اللقطه كتبان لي جداتي معاهم، جداتي كتجري عاوتاني وكيرجعوا يجريو بحال هكا. كتبان لي الوالده معاهم، اختي جداتي خوالي، ديك السيده اللي ما كنعرفش حتى هي مسكينه شاده على راسها وجالسه كتجري. كنقول اش واقع، واش قرروا يديروا السبور فجاه ولا شنو؟ المشكله كيجريو وانا كنقول يا ديك السيده براس مبوزلم يا سبحان الله البحر كيداوي. والسيده كانت مريضه حتى شويه بانت لي كتجري عويطه كيجري ما يمكنش. جداتي ولات عندها شي كدا 20 عام جات حتى بو كتجري. انا بطبيعه الحال ما عمرنيش ديك الديكور بحال هكاك، جلست اون فاس معاهم وبقيت كنتفرج الماراثون. ايوا جداتي جري عندك اخالي غتسبقك جده عندك، سير الحاج الله يرضي عليك، هي هذيك الحاج الله يرضي عليك. وكنتفرج في الماراثون. نعم سيدي ما خاصني حتى شي غير حتى شويه ديك 30 واحد بحال هكاك دخلوا للبحر، باللي كيعرف يعوم باللي ما كيعرفش. واحد اللقطه بقيت كنشوف كل شيء كينقز في الماء، الوالده داخله، الوالده راه كدير سباحه حره اناث. شي نص ساعه وانا كنتفرج في الخيال العلمي. شوف اللقطه بقيت كنقول والله الا راني كنحلم، ما يمكنش هذا الشيء يكون واقعي. شوف الاحداث من الاول حتى الاخر حتى شي حاجه ما لوجيك. فين عمر جداتي كانت كتجري ب 80 كيلومتر في الساعه، دونك راني كنحلم. حتى مشيت عندهم كنقول لهم ياك لاباس اش واقع، واش طاحت لكم شي حاجه في البحر كتقلبوا عليها؟ حتى كيبان لي كل شيء سخف. الوالده جات كتقول لي الله ياخذ فيك الحق يا مسخوت الوالدين اصحابنا غرقتي.
داكشي كامل اللي كان واقع في البحر كانوا كيقلبوا عليا يصحاب ليهم غرقت. وانا كنقول علاش جداتي كتجري يا اخي عويطه في الطريق. ايوا تما عاوتاني بدات واحد لاكتيفيتي واحده اخرى. تما بدات واحد لاكتيفيتي اللي ما ضربش بلال ماشي راجل. حتى كتبان لك السقل والركل في جميع الاعضاء الجسم ديالي. فراسكم هاد الشرايه كانوا مخلوعين عليا انني غرقت وما يمكنش. واش نتوما عندكم كلشي بالمقلوب؟ عرفتي شي ناس معانا عمرني شفتهم كاع كيضربوني، شافوا كلشي كيضربني وناضوا تا هما كيضربوني. قال لك لا خفنا عليك. وما يمكنش تخاف عليا وتضربني او ميتو. وتخيل معايا انا راسي ضارني والموجه قسمات لي الظهر ديالي وما قادش نتحرك وزايدين سالخيني من الفوق. هادشي علاش معيط عليه كتقولوا لي يلاه تسافر معنا. عقت بكم ها انتو كتسناو الفرصه المناسبه فين تقتلوني لماكم. لي زامي كانت هذه القصه ديالنا. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. فوالا هادشي اللي كان. تهلاو ليا. السلام عليكم.